ان انتوا عايزين حد يصوركم، فقلت اتطوع واحاول انقذ الموقف. ميرسي ذوقك. اتفضل. اتفضل. يلا. الله يا سلام، هايل اهو. متشكرة قوي. انا متشكر. رايح فين؟ تليفوني لو سمحت. 01. لا قصدي تليفوني. اتفضلي، متشكر قوي. ميرسي. اسمع يا سعد. ايه انقذت الموقف؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم عن العشوائيه وتاثيرها على الحضارات. وليه يا عم هشام نعقدها كده؟ ما تخلينا ناخدها على البسيطه، يعني مثلا مين اول ناس اتكلموا عن الحب من اول نظره؟ مين يا دكتور؟ الفراعنه. بس انا حاسس ان ده كلام فاضي. اسلوبك الطريف ده هيخليني متحمس اني اثبت لك. تعال اثبت لك. ايه هتبوسني في المعدن؟ ودلوقتي معانا رحله في النيل عشان نشوف المناظر الطبيعيه. التجمع كمان 10 دقايق عند الباص. اتفضلوا. اوكي اتفضل. ميرسي ذوقك. اتفضلوا. اتفضل. يا بلدينا مش عايزه تدخل المركب حد بعدي، والمركب بتاعتهم عايزه تاخر على قد ما تقدر. ما ينفعش يا بيه، المركب ليها ذهاب وعوده. ليه وانا هي افريقيا؟ ما تعملش فيها مدير الملاحه البحريه، امسك دول واخر المركب. ما تجيب زيهم وهرجها لك. لا اخرها بس. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا عبيد اتوكل على الله، اطلع كده تمام. خد المركب اللي وراه. هو ايه اللي تمام؟ يعني ايه اللي تمام؟ المركب فاضيه وبعدين احنا كلنا اسره واحده لازم نركب مع بعض. انت هتعلمني شغلي، انتوا هتتفسحوا وياي. يا دكتور رافض، يا دكتور رافض، مش عايزنا نركب معاك يا دكتور. يا حبيبي خدوا المركبه اللي وراها، مش مشكله يعني يا شرف. الله. انزل. لا تنزل ايه بس ده عشان هو الأسرة. يا سيدي. لا أنا ده مزج على الفاضي. اقعد اقعد. أنا فسحت اقعد يا استاذ وياك. هشام. يلا يا سيدي هات لنا المركب. ايه يا همام؟ ايه افتكرت بنتك ولا ايه؟ لو سمحت يا دكتور رأفت، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده ارجوك. انا اسف. انا مش عارف ضايقتك في ايه، بس انا اسف. هاخد بالي. هشام. هشام. ارجوك يا دكتور خلاص ارجوك. مش معقول اتاخروا قوي. معلش يا دكتور الغياب حجته معاك. يلا يا بهوات عايزين نتحرك. يا باشمهندس خليك حليم شويه لو سمحت. بقيه الاسره لسه ما جاتش. في عربيه تانية ورايا. يا نهار اسود. ايه خير؟ لا ابدا يا دكتور، المخصه جات لي تاني، معلش هرجع الحمام تاني. يا ساتر. طب انا هستناك. لا ده تستناني ايه؟ اتكل انت على الله. لا يا راجل دي استنى. مخصه كده، انا على الحافه فاروح انت. ثلاثة من غير أرجوك تفاصيل يعني. بقى. اتفضل اتفضل. لا اتفضل انت، والله ما امشي غير ما حاضر. تمشي. طب يلا. يلا شوفيته بمقدمه. يلا باي باي. اجي وراك انا. ماشي. مساء الخير. هي دي عربية سيدات ولا ايه؟ يلا امشي. مساء الخير. اتفضل. والله ميرسي يا فندم. مش اتفضل. عايز ازعج حضرتك يعني. لا لا مفيش ازعاج. اتفضل. ميرسي. اتفضل. ما تقعد براحتك. حاضر. كان معلم مهم قوي اللي كنا فيه ده الحقيقة. معاك حق، كان حلو قوي. وحضرتك على كده أول مرة تيجي الأقصر وأسوان ولا دايما بتيجي يعني؟ لا للاسف اول مره. وانت؟ أنا أستاذ دكتور رأفت فرجاني، رئيس قسم فلسفة. وحضرتك؟ انا ناديه جايه هنا علشان. الله كفاية والله يا فندم. نادية يا حلوة يا نادية، جميلة قوي. ميرسي ميرسي. واضح ان حضرتك بتحب الاقصر واسوان قوي. بص حضرتك، اللي نشأ وترعرع على فلسفة الجمال وعلم الجمال ودرسه كمان، لازم يبقى عنده حساسية عالية قوي، بيتذوق كل ما هو جميل، كل شيء جميل، كل حد جميل. ما شاء الله. انا كمان بحب الجمال، عشان كده بفكر اني اعيش هنا على طول. تعيش على طول هنا ازاي يا فندم؟ طب وارتباطات حضرتك والتزاماتك ما بتعوقش ده؟ التزامات بمعنى ايه؟ يعني معنى مثلا البيت بتاع حضرتك جوزك، يعني الولاد ربنا يخليهم لك.
لا انا ما عنديش اولاد الحقيقه، وجوزي توفى بقاله فتره كده. الله يرحمه يا فندم، الله يرحمه. تعيش. انا هتجنن، والله العظيم انا هتجنن. يا عمي اعمل حاجه بدل ما انت قاعد لنا كده محسسني ان انت هتخطب لابنك. يا حاج ابوس ايدك لو سمحت رجعنا، لان المركب كده ممكن تسيبنا وتمشي. وانا اعمل ايه يا بيه؟ مش البنزين خلص؟ ما كله بسببك، ده احنا 5 كيلو داخلين على السودان. طب بقول لك ايه، طلع الشراع ورجعنا لو سمحت. ما فيهاش شراع. شفتي؟ لا فيها بنزين ولا فيها شراع عشان تسمعي كلام بعد كده. اللي بقول لك اني مش عايز اركب مركب، يا ريت سمعت كلام سيد وقعدت معاه. انت هتقعد جنبي هنا مش جنب سيد، وتسمع كلامي وتهدى على الاخر. خلينا في اللي احنا فيه. ابعد دماغك دلوقتي عن الشراع والبنزين. تعال اقعد هنا. يا فوزيه يا حبيبتي، من الواضح كده ان مش المركب بس هي اللي قاطعه بنزين. لا مؤاخذه يا شرف. شفتي؟ اعمل حسابك في البنزين يا بيه. شفتي؟